عندنا قانون يعني ناس شايفينه خطر جدا، التصالح فيما يتعلق بإهدار تصالح فيما يتعلق بجرائم الاستيلاء على المال العام. يعني ازاي انا او حد من اخواتي كده سرق مليون جنيه وقعد 5 6 سنين 10 سنين تكسب من وراهم مثلا مليار، اتقفش، تعالى هات المليون بس واستمتع بالمليار اللي انت ازاي الكلام ده؟ لا يا وجهه ازاي انا يعني ازاي اسرق زي ما انا عايزه وفي الاخر ادي اللي ادفع اللي سرقته والباقي استمتع بمال حرام؟ ده قانون يا فندم يعني لا، في موجود، شق اخر. واعتقد يعني ان عوده هذه استاذ ما تم محمد الاستيلاء عليه. اسمح لي لا اعارض حضرتك. انا انا هكمل بس جمله. شخصيا لا اتفق. يجب ان ينال من استولى على اي مال عام، يجب ان ينال جزاؤه، ولكن هل سجن هؤلاء الناس سيعيد هذه الاموال التي المواطنين الاخرين في حاجه اليها؟ يجب ان يتم يعني طرح خلاص هذا يا جماعه الموضوع. كلنا بقى نشتغل حراميه. لا يا فندم، ما ندخلش السجن وندفع اللي لا سرقناه. تعميم الموضوع بهذا لا يا فندم، لحظه بس، لحظه. السرقه ده يعني حتى يجب ان يجازى. اكمل يا استاذ محمد كلامي بس. احنا يعني عندنا الدستور يعني التشريعات، يعني في نص في ماده بتقول ما معناه ان وفقا للشريعه الاسلاميه او مبادئ الشريعه الاسلاميه. بديهي جدا لما اكلم ابني على ان السرقه حرام واذكر له الحديث الرسول عليه الصلاه والسلام: لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. اغير له بقى الحديث اليومين دول: لو ان فاطمه بنت محمد سرقت اتصالح معاها؟ ازاي الكلام ده؟ والحديث دوت يعني اتعمل بيه قوانين وضعيه على ادراج، يعني ان احنا ندخل الحديث الشريف في هذا الموضوع، ولكن هو ده تجديد الخطاب الديني يا استاذ محمد؟ لا يا فندم، انا اعتقد ان القانون ده يا جماعه قانون التصالح فيما يتعلق بالاستيلاء على المال العام، ده اسمها جريمه استيلاء على المال العام. القانون ده للكبار فقط، ما يتقالش قدام اطفال. احنا بنربي اطفالنا واولادنا على ايه؟ يجب ان يحاسب فعلا كل من استولى على المال العام، وان تكون هناك معلومات دقيقه بحجم هذه الاموال، وايضا يجب أن يتم النظر في إيجاد آليات لإعادة هذه الأموال المستولى عليها من هؤلاء، سواء كانوا رجال أعمال أو مسؤولين أو مواطنين عاديين. صحيح، لأن مواطن بيسرق جنيه بيتحبس، لو سرق شنطة موبايل بيتحاكم وبيتحبس. ازاي بقى مليارات وأموال الشعب المصري؟ يعني مواطن سرق مواطن، لكن يلقى المسؤول اللي بيسرق ده سرق الشعب كله. اللي يسرق المسؤول الواحد ده اللي بيسرق سرق الشعب كله. فازاي اتصالح معاه واقول له هات اللي كسبته بس اديني اللي انت خدته؟ ازاي الكلام ده؟ من غير حساب ومن غير عقاب. تعديل التشريعات والقوانين لما يتفق على تطبيق العداله الاجتماعيه على جميع المواطنين بدون اي تمييز. انا اتفق معاك.